وحيدا بلا وزير إعلام ولا وزير عدل دخل معروف البخيت معركة اتهامه بالفساد في قضية الكازينو. نجا من اتهامات اللجنة بسبب النص الدستوري الذي يشترط توجيه الاتهام من ثلثي المجلس، مع أن من اتهموه يزيدون على من برؤوه. بعد 19 جلسة استمعت فيها إلى 68 مسؤولا ومختصة، خرجت اللجنة باتهام رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير السياحة أسامة الدباس. أدين الوزير وبرئ الرئيس. من يعتقد أن في جيبي مليم واحد من مال الدولة غير راتبي، أنا على استعداد لأن أخضع لمحاسبته. ومن يعتقد أنني عملت في الظلام أو من أجل مصلحة خاصة أو لحساب أحد كائنا من كان، فأنا أيضا على استعداد لأن أخضع لحكمه، وحكم الله جلت قدرته قبل كل أمر وفوق كل اعتبار. رئيس اللجنة اعتبر حضور رئيس الوزراء غير دستوري، وهو الوحيد من المتهمين الذي أعطي هذا الحق. النواب المؤيدون للبخيت اعتبروا أن القضية شملها العفو الملكي، أو انتهت بالتقادم أو استغلت سياسيا، وهو ما دفع نواب آخرون للمطالبة بحل المجلس. أنا بالنسبة لي أقولها، إذا المجلس ما يكون رقابي 100%، أنا أعلن تقديم استقالتي، لأنه هذا مجلس كازينو 2011 كازينو 111. غضب على الحكومة وعلى رئاسة المجلس دفع نواب إلى الانسحاب، وهو ما أدى إلى رفع الجلسة. كسب رئيس الحكومة ولو مؤقتا عندما نجا بصعوبة من اتهامات النواب، بقدر ما خسر النواب عندما صوتوا ضد أنفسهم، فانسحب نواب وهدد آخرون بتقديم استقالاتهم. بعد الانسحاب احتد السجال بين مؤيدي رئيس الحكومة والنواب المعارضين، وفي النهاية سجل 41 نائبا احتجاجهم على إدارة الجلسة، وأعلنوا مقاطعة الجلسة المقبلة، وهو ما ينذر بصيف ساخن لدورة استثنائية بدأت باتهام 53 نائبا لرئيس الحكومة بالفساد، وهو ما يطرح أسئلة حول مصير الحكومة ومصير النواب معه، خصوصا أن محاربة الفساد وتحديدا قضية الكازينو ظلت واحدا من مطالب الشارع الغاضب. وكثيرا ما اتهم المجلس بالتراخي أمام السلطة التنفيذية، لا سيما أن المعارضة الإسلامية قاطعته وتغلب عليه القوى الموالية. ياسر أبو هلالة، الجزيرة، عمان.